اليوم راح أشارككم طريقتي في عمل الماربل كيك. قبل ما نبلش في طريقة التحضير ياريت لو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي إنكم تعملوا اشتراك للقناة ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أول شي بالنسبة لخليط الكيك راح أحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، راح أضيف عليهم كوب من السكر، معلقة صغيرة من الفانيلا، وبرش ليمون. هلأ رح أخلط البيض والسكر بشكل كتير جيد لحتى عندي يتغير لون البيض ويتضاعف حجم الخليط، وهاي خطوة مهمة لنجاح الكيكة. لازم يصير عندي القوام واللون بهذا الشكل. بعد هيك رح أضيف كوب من الزيت وأرجع أخلط المكونات مع بعض. هلأ راح أضيف ربع كوب من الحليب، كمان أرجع أخلط. هاي الخطوات كتير مهمة لنجاح الكيكة. في عندي هون كوب ونص من الطحين، ضفت عليهم معلقة ونص صغار من البيكنج باودر. هلأ راح أنخل الطحين وأضيفه على خليط الكيك، وبس ضفت كل كمية الطحين بحرك بهاي الطريقة، بحرك بهدوء لحتى ما نخسر الهواء اللي دخلناه جوا الكيكة. ومجرد ما يدوب عندي الطحين ويندمج بوقف خفق. وهيك عندي قوام الكيكة. طبعا هون أنا قسمت خليط الكيك لنصين، النص التاني راح أضيف عليه معلقتين كبار من بودرة الكاكاو، يفضل إن ننخلهم. هلأ بس أضيفهم راح تحسوا إنه الخليط راح يتقل معاكم، فراح نخففه بمعلقة كبيرة من الحليب وأخلطهم مع بعض لحتى يصير عندي القوام بهذا الشكل. طبعا هون كنت مجهزة قالب الكيك، ضفت عليه ورق زبدة. هون أول خليط راح أضيفه الخليط الأبيض، طبعا أنا هون ضفته جوا الكيس لحتى يسهل علي إني أضيفه، ممكن بالمعلقة مو شرط تستخدموا الكيس. الطبقة الثانية راح أضيف خليط الكيك اللي على شوكولاتة، وبستمر بهاي العملية لحتى يخلص عندي كل كمية خليط الكيك. وبس خلصنا بعود خشبي بعمل هاي التموجات حتى تعطيني شكل حلو، وبدخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180. وهيك شكلها عندي بعد ما طلعت من الفرن. طبعا أخذت معي تقريبا 40 دقيقة بالفرن. وهلأ راح أزينها بالشوكولاتة. طبعا هنا دوبت الشوكولاتة على بخار ماء وراح أضيفها على الكيكة. ممكن تستغنوا عن هاي الخطوة، ولكن بتعطي طعم كتير رائع. وهيك شكلها عندي بعد ما ضفت كل كمية الشوكولاتة. طبعا بعد هيك منقطعها ومنقدمها، وصحتين وألف عافية.